بعد 60 عام من تنظيمها لكأس العالم للمرة الأولى سنة 1938 تمنح الفيفا لفرنسا شرف احتضان المونديال للمرة الثانية سنة 98 بمشاركة 3 منتخبات عربية: المغرب، السعودية وتونس. ترجع تونس للمونديال بعد غياب دام 20 سنة. بعد خيبة كأس افريقيا 94 تم استقدام البولندي أنري كاسبارجاك اللي اعتمد على جيل جديد، وصل معهم النهائي جوهانسبورغ في 96 وشارك للمرة الثانية في كأس العالم. تونس لقت روحها في مجموعة فيها انجلترا وكولومبيا ورومانيا. الخوف والرهبة لدى اللاعبين اللي يخوضوا أول تجربة من نوع هذايا خلت المنتخب الوطني ينهزم في زوز مبارياته الأولى ويودع الدورة مبكرا رغم المردود المحترم والجماهير التونسية اللي كانت موجودة بكثافة في الملاعب الفرنسية. تمت إقالة كاسبارجاك قبل المباراة الثالثة ضد رومانيا اللي أشرف عليها مساعده علي السلمي وفات بالتعادل 1-1 هدف اسكندر السويح أثر ضربة جزاء. دخلت السعودية المونديال الفرنسي للتأكيد وفي البال إنجاز 94، المرة هذه بقيادة البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا بطل العالم في النسخة السابقة مع منتخب بلاده. في مجموعة ضم البلد المستضيف إلى جانب الدنمارك وجنوب أفريقيا بدأ الأخضر السعودي الدورة بهزيمة ضد الدنماركيين 1-0. هزيمة صعبت الوضعية خاطر المباراة الثانية كانت ضد فرنسا في سان دوني، ورغم إقصاء زيدان بسبب حركة غير رياضية فازت فرنسا برباعية نظيفة وقيل على إثرها باريرا، وأصبحت أعرض هزيمة يتعرض لها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم حتى تلك اللحظة. ودعت السعودية المونديال بالتعادل مع جنوب أفريقيا 2-2 بقيادة المدرب محمد الخراشي، وكانت إلى جانب تونس الدولتين الوحيدتين اللي لعبوا كأس عالم بزوز مدربين مختلفين في نفس النسخة. المباراة الأولى مع النرويج وفات 2-2 تعادل بطعم الهزيمة. المغرب هي اللي بادرت بالتسجيل وكانت أفضل، قبلت زوز أهداف إثر هفوات دفاعية وخسرت نقطتين باش يكلفوها برشا. في المباراة الثانية دون مفاجآت انهزم المنتخب المغربي ضد البرازيل بثلاثية نظيفة، وأصبح التركيز على المواجهة الثالثة ضد اسكتلندا. الانتصار في الماتش هذا مع هزيمة أو حتى تعادل النرويج مع البرازيل يعني الترشح إلى الدور الثاني. المغرب عملت اللي عليها وربحت اسكتلندا ب3 توقيع صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا كاماتشو. لكن جات الأخبار من مرسيليا حاملة مفاجأة غير سارة للمغاربة. البرازيل اللي كانت متقدمة 1-0 لدقيقة 83 تنهزم ضد النرويج، وبالتالي المغرب تلقى روحها خارج كأس العالم نتيجة تخاذل للسيليساو. وضعية لخصتها جريدة الأهرام المصرية كعنونت: نظرية المؤامرة تطاردنا ولا نتعلم أبدا من التاريخ.